اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين ايه الدهب ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني سلاسل دهب يا جماعه، بتاعت الكرنب ده يا جماعه. شايفين المنظر؟ ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه الجمال ده يا جماعه؟ النهارده هنعمل محشي، يلا باركونا يا جماعه. كل يبارك لنا. دلوقتي بقى المحشي بقت كل حاجه صعبه والله العظيم. الاول حاجه بنعمل ايه؟ بنحط الميه. طبعا انا نسيت احط الكمون. نحط الميه والملح، وبعد كده نقوم مسقطين الكرنب بتاعنا كده الجميل الابيض ده، بعد ما نقطعه ونجهزه. يلا تعالوا نحط البصله برضو، فرمناها فرمه حلوه كده في الكبه عشان نعمل التسبيكه بتاعتنا. كل الكلام ده كله يا جماعه احنا بنعمله بسرعه 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 ونقطع. يلا تعالوا نقطع الكرنب بقى ونشوف التقطيع وجماله. بنمسك العروق طبعا نقطعها، وبعد كده نفصلها ونقطعها زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين بالظبط. دي التقطيعة السهلة البسيطة اللي هتسرع لك وانت بتعملي المحشي بتاعك على الطول اللي انت هتبقي عايزاه. يعني عايزاه صغير بتقللي، عايزاه يكون وسط بتقطعي حسب ما انت ما بتحبي. شايفين؟ انا بقول لكم ما تنسوش اللايك. هنا طبعا اما بيكون الكرنبه لازقه يا جماعه، لازم ان انت تقوريها وبعد كده تحطيها على بعضها عشان ما تتبهدلش. حطينا البصل وحطينا الزيت، وطبعا اول ما بتصفر بننزل الطماطم. طبعا كالمعتاد التسبيكه بتاعتنا العاديه. اول ما تتسبك وتتقل طبعا بنكون مقطعين الخضره بتاعتنا. نكون غاسلين الخضره حلوه قوي ونقطعها، وبعد كده نحطها. شايفين؟ بصوا المنظر لما تقطع بيبقى سهل عليكي وبسيط، وبيبقى على طول. دي الخضره ما شاء الله لما اتقطعت نحط على طول بقى الخضره ونغسل الرز. وتعالوا نحشي، يلا هتشوفوا دلوقتي وانا بقول لكم انا بحشي اهو. تعالوا كل ما اجي عند ناهد يلا. وهنا الفلفل انا قورناه وكده وغسلناه، وبيبقى بنحط فيه الملح. بنعمل بقى على طول بقى نحشي كده الكرنب على طول. اول حاجه بنحط الاخضر الاول. طبعا هو مفيش حاجه بتلزق مننا، لان انت طبعا لازم ان انت تبقي واخده بالك من المحشي عشان لو شاط ما بيبقاش حلو في الطعم. طبعا بنحط الاول الورق الاخضر. احنا بحشيه. في ناس بيحطوها ورقه كامله، لكن انا لا، انا بحب ان انا احشيها. لان احنا في ناس مننا بيحبوه بيحبوه ياكلوا كده، بياكلوا الاخضر. يعني في عيالنا بيحبوا الاخضر ده. طبعا انا ما بحبش الورق الاخضر ده، انا ما بحبش اكله. انا بحب اكل اللي هو الورق الابيض. علشان كده لما بجيب كرنب يكون كله ابيض. الاخضر ده انا برميه. بس عشان خاطر في عايزين اخضر، فانا سبت لهم، قلت لهم يلا زي بعض. بس انا المهم اهم حاجه يا جماعه، انا ما بخليش حد اساسا يقعد جنبي وانا بعمل المحشي. هي بعمل الحله لوحدي، واي حد يعمل حله تانية ماليش فيه، بس ما يحط الصباع معايا. دي صوابعيني، محدش ليه دعوه بصوابعيني. يلا شايفين حلوه صوابعيني دي؟ بعد ما بنحشي بقى المحشي بتاعنا بقى نسقيه بالشوربه. بتكون عندك مثلا لو عندك فراخ، عندك بط، عندك لحمه. ما عندكيش يا جماعه والله، يعني الحاجه كده كده غاليه. انت لو جبتي كرنب وجبتي الرز وجبتي الطماطم، البصل، الحاجات دي كلها هتخش لها لوحدها في 100 جنيه 120 جنيه لو هتجيبي الحاجات دي بس. غير طبعا لو اي لحوم، اي فراخ، بط، مش عارفه هتخش لها في حسبه 300 جنيه، 300 او 400 كمان. وادي اكله. وعندنا زي ما بيقولوا قليل البركه، مش عارفه بيقولوا المثل. قليل البركه ومش عارفه. قولوا لي انتوا يا جماعه في الكومنتات المثل اسمه شايفين؟ انا كده خلصت الحلتين. انا عملت حله الكبيره ديت، وناهد عملت الحله التانية الصغيره دي، وخلصنا. وتعالوا بقى نحطه على النار ونسوي المحشي الجميل بتاعنا ده. اول حاجه بتحطي بقى من الشوربه. ما عندكيش الشوربه زي ما قلت لك، هتحطي مكعبين او 3 مكعبات من المرقه. هنا بعمل لسان عصفور. وبتحطي 3 مكعبات من المرقه. بتحطي معلقه من الصلصه قبل ما تحطي الخضره عليها، وبعد كده بتسيبيها تغلي غلوتين، وتحطي الملح والفلفل الاسود. بيبقى زي الفل والله يا جماعه. هنا عملنا الملوخيه وعملنا الفراخ حمرناها.
انا بحاول كتير ان انا ما ببينش يا جماعه اي لحوم اي حاجه، لان في ناس برضو ما بتقدرش ان هي تجيب حاجه زي دي. يلا ادلقي يا ياسمين، يلا ادلقي. بصوا بالحله يا جماعه بندلق كده الجمال. شايفين سلاسل الدهب اللي نازله دي؟ عايزه رايكم وتعليقاتكم بقى، وقولوا لي رايكم ايه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، ورايكم وتعليقاتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.